تخيل معايا المشهد من أوله. معلم، ليل هادي في موسكو والسيرفرات شغالة زي النحل. فجأة بوم، اختراق ضخم لهاردات وزارة الدفاع الروسية. القراصنة دخلوا جوه النظام وسحبوا ملفات ما كانش المفروض أي بني آدم يشوفها غير بوتين نفسه. لكن اللي اتكشف قلب الدنيا، خصوصا عندنا هنا في القاهرة. الملفات دي حكت عن شحنة أسلحة روسية كانت جاهزة تتشحن للجيش المصري في نوفمبر 2022. كل حاجة كانت تمام، الأوردر متقفل والمعدات متغلفة والسفن مستنية الإذن بالمغادرة، لحد ما الروس قالوا جملة واحدة: كل سلاح للداخل، مفيش تصدير. وسحبوا كل حاجة كأن الشحنة عمرها ما كانت موجودة. بس استنى، الكلام مش عن بنادق ولا ذخيرة عادية، دي منظومات خايبين الإلكترونية اللي بتتشال على الطيارات عشان تبطل عيون الرادارات عن الشغل. النظام اللي يخلي الطيارة تختفي عن شاشة العدو كأنها شبح. منظومة مصر كانت محتاجاها بشدة في وقت التوتر مع إثيوبيا. تخيل الإحباط لما الروس سحبوا الشحنة في آخر لحظة واستعملوها في حربهم بدل ما توصل لمصر. لكن المفاجأة الأدهى كانت في وثيقة تانية، مكونات لطائرات سوخوي 35 مصر كانت طلباها، والروس احتفظوا بيها برضه. وده معناه إن الصفقة اللي محدش اتكلم عنها كانت فعلا في الطريق. القصة دي ما نشرتهاش لا استخبارات ولا وكالات كبيرة، دي خرجت من قلب ملفات مسروقة من سيرفر روسي متأمن ب7 مفاتيح. وفي نفس الوقت اللي القاهرة بتراجع حساباتها كان ترامب بيولع الدنيا من الناحية التانية. الراجل قرر يزود أوكرانيا بصواريخ كروز، حاجة بوتين بنفسه وصفها إنها خط نهاية العلاقات، لأن الصواريخ دي مش لعبة، تقدر تضرب مصافي النفط الروسية في العمق وتشل اقتصاد موسكو في أيام. الروس ردوا بأسلوبهم، موجات من المسيرات تضرب محطات الكهرباء والمصانع في أوكرانيا، وضربات بتوصل لحد حدود بولندا. الغرب بيرد بالعقوبات وروسيا بترد بالنفط، والهند وتركيا ماشيين في النص بمصالحهم. العالم كله بيلعب شطرنج بنيران مشتعلة. ودي كانت الحكاية اللي بدأت باختراق كمبيوتر وانتهت بحفة حرب عالمية ثالثة. محدش دلوقتي يقدر يقول مين بيلعب على مين، بس الواضح إن السر اللي اتكشف في موسكو حرك عساكر كتير على الرقعة، ولسه اللعبة في أولها.